يا ده انت فين يا استاذ حمزه؟ ايه؟ البيه بيومي بيه عمي عمال يصرخ ويزعق وقلب الدنيا على حضرتك. ليه؟ بعد سعادتك ما خرجت من عنده جاله تليفون وزي ما تكون النار ولعت فيه ومبقاش حد عارف يكلمه وكل دقيقه والتانيه يطلب حضرتك. ايوه يا فندم. وصل حالا يا فندم. مستني حضرتك. خير يا عمي. حمزة جيت في وقتك. اسمع يا حمزة، انت ليك اعداء. انا ما افتكرش. ايوه انت ليك اعداء. خلاص يا عم اللي تشوف. لكن مش تسألني ايه اللي خلاني افتكر كده؟ معقول برضه؟ ده انت عم عيب يعني، ما يصحش عارف حضرتك. برافو يا حمزة. حقيقة انت برهنت انك ابن اخويا صالح، لكن لازم تعرف بخصوص ايه. خلاص يا عم بخصوص ايه؟ بعد خروجك من هنا لما روحت البيت في واحدة ست اتصلت بيا بالتليفون. ست كلمت حضرتك؟ بخصوصك انت. بخصوص انا؟ الله، مش تسألني قالت لي ايه؟ قالت لك ايه؟ قالت لي انك عاوز تنهبني. انا؟ ايوه انت عامل نفسك انك واخد بالك من شغلي، لكن في الحقيقة انت بتعمل المستحيل عشان تلطش الزباين مني وتتشغل لحسابك. وهي مين الست دي؟ ده انا اللي بسألك. انا لا عمري عرفت ستات ولا عديت حد ابدا. مش ممكن. اكيد الست دي متغاظة منك وعاوزة تخلق في نفسي روح الضغينة والحقد ضدك علشان ارميك في الشارع واضيع مستقبلك وتبقى طريد المجتمع. ما تتعبش نفسك يا عمي. رايح على فين؟ رايح ابقى طريد المجتمع بدل ما ترمينا حضرتك في الشارع وتتعب نفسك. اقعد يا حمزة. انا ثقتي فيك كبيرة وتضاعفت من يوم ما اتجوزت بنت معروف بيه، وانا واثق ومتأكد اني عاوز تسيب لي مستقبلك وتضمن مستقبل البنت اللي تشرفت بالانتساب اليها. مظبوط يا عمي. وده اللي خلاني ما صدقتش الكلام اللي سمعته في التليفون. بس انا عاوز انبهك الى حاجة، خد بالك من نفسك، لانه الشخص اللي حاول انه يضرك مش هيسكت وهيجي يوم يحاول انه يؤذيك. بس مين اللي فكر يعمل كده؟ وليه؟ ازاي ما فكرتش فيهم؟ في مين؟ واحدة هي الوحيدة اللي تقدر تعمل كده، وعندها السبب اللي يخليها تعمل كده. خدتني يا استاذ حمزه. بعد الشر عليك من الخضة. ده هزار. هزار؟ حضرتك بتهزر معايا انا؟ ايه يعني؟ انت مش كنت خطيبتي؟ كنت. ممكن اللي فات يرجع تاني. يرجع تاني ازاي بس يا استاذ؟ يعني اي حد يرقع عسفين بيني وبين سهير ونسيب بعض. ومين قليل القصد ده اللي هيفقع الاسفين بينك وبين الست سهير؟ مالك اتخضيتي كده ليه؟ صدقيني مش هزعل يعني لو ده حصل. انت اللي عملت كده؟ عملت ايه؟ قولي ما تخافيش. اقول ايه؟ مفيش داعي تخافي. يا دي النهار اللي مش فايت. اخبي ايه بس يا استاذ؟ قولي الحقيقة عشان انبسط منك. يلا ما تضيعيش وقت. قولي. يوه، عايزني اقول حاجه ما اعرفهاش؟ طب انت ما كلمتيش عمي؟ انا؟ في التليفون ولا نسيت؟ انسى ايه وافتكر ايه بس يا استاذ؟ اكلمه ليه؟ عشان توقعي بيني وبينه. انا اوقع بينك وبين عمك؟ ايوه، عشان يطردني من الشغل وابقى عاطل وصرت تسيبني وارجع لك تاني. مين بس اللي قالك الكلام ده؟ انا مش محتاج حد يقول لي كلمتيه ولا لا. اكلمه بس ازاي يا استاذ حمزه؟ التليفون عندنا عطلان من الصبح. اي تليفون من الشارع ممكن تتكلمي منه. شارع؟ طب اسال بقى عم هريدي البواب، ان كنت هتبت بره باب الفيلا يبقى لك كلام. يعني مش انت اللي كلمتيه؟ لا. امال مين؟ هيكون مين يعني؟ ما هو ده اللي مجنني. لازم حد بيكرهك يا حمزه. انا لا عمري كرهت حد ولا حد كرهني. محدش عارف يا ابني الناس بتبص لبعضها ازاي. جايز تعامل واحد بمنتهى الاخلاق والكرم، واخلاقك الكويسه دي تخليه يكرهك ويفكر انه يضيع مستقبلك. للدرجه دي؟ عشان كده انا عندي راي. ايه هو؟ بطل تشتغل مع عمك ده خالص. ايه اللي بتقوليه ده يا سهير؟ مش ممكن. حمزه انا خايفه عليك. مش جايز الست اللي كلمت عمك دي تتصرف تصرف وحش يضرك؟
لكن انا ما اعرفش ستات. لكن هي عارفاك، وبدليل انها كلمت عمك وحاولت توقع بينك وبينه. مهما حصل يا سهير مش ممكن اسيب الشغل مع عمي. ليه بس يا حمزه؟ اولا لان وجودي معاه بيدعم مستقبلي. في حاجه تانية بقى كمان، عمي راجل كبير محتاج لحد يساعده في شغله، وافتكر مفيش حد اولى بكده غير انا، ابن اخوه الوحيد. انا شايفه ان مش محتاج حد يساعده. لو كلامك ده مظبوط ما كانش يطلب مني اخلص له العمليه زي اللي هخلصها له بكره الصبح. شغل مهم يا حمزه. جدا يا عمي، عمليه مضمونه قوي قوي، مكسبها مضمون 1000%. حقيقي انا بقى مصمم ان انا اخلص العمليه دي في ميعادها. ليه بقى؟ العمليه دي لو خلصت عمي هيضع ثقته كامله فيا ومش هيصدق اي كلام يتقال له ضدي. الو. ايوه انا. مين؟ سهير؟ خير يا سهير، في ايه؟ ممدوح، عايزه اشوفك دلوقتي ضروري. لا استنى لبكره. ايه؟ لو استنيت لبكره كل حاجه هتبوظ. ايه؟ لا انا هستناك على الباب عشان البواب ما يشوفكش، انا اللي هفتح لك بنفسي. اوكي؟ ما تتاخرش يا ممدوح. يلا باي باي. نعم؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا سهير؟ وطي صوتك لحسن حد يسمعنا. انت عايز توديني في داهيه؟ لا. انا اخطفه واخطف جوزك؟ وفيها ايه؟ فيها اقل ما فيها 7 8 سنين سجن. لا ما انت مش هتخطفه بصحيح. نعم، ما انا هخطفه بالظاهر كده وكده اصلا. يعني زي ما تقول كده. تبان عليكي جننتي. اوكي يا سهير، انا ماشي مروح بيتي بقى. تعالى هنا بس انا هفهمك على كل حاجه. هتفهميني ايه يا سهير؟ وانت بتقولي حاجه تفهم؟ انت حاجه تاني. انا اخطفه وانا مجرم؟ يا اخي انا بطلب منك خدمه انسانيه. خدمه انسانيه؟ ايوه. ايه الهبل اللي بتهبليه ده يا سهير؟ احنا مش متربيين مع بعض. ايوه. وان انا زي اختك. ايوه، اختي المجنونه، اختي اللي مخها تعبان. ليه مجنونه بس؟ علشان بتقولي لي اخطف جوزي يبقى بتقدم لي خدمه انسانيه، مش كده؟ طب بذمتك، انا راضي ذمتك، في واحده عاقله تقول الكلام ده؟ يا ممدوح انا عاقله، انا عاقله جدا. اقعد بس ارتاح وانا افهمك انا ليه بفكر في كده. اقعد ارتاح. اقعد. حاضر. عشان كده بقى انت عاوزاني اخطفه. شفت بقى اني عندي حق ازاي؟ ايوه يا سهير، لكن يا ممدوح افهمني. لو حمزه راح ميعاده بتاع بكره هيبقى حط رجله على اول سكه النجاح، السكه دي اللي هتخليه يبقى غني، وساعتها بقى انت عارف بقى ايه اللي هيحصل. ايوه، هتبقى ارمله. لخامس مره. انت يرضيك يا ممدوح؟ انت يرضيك؟ لا يا سهير، سهير، انا كل اللي يهمني انك تبقي مبسوطه في حياتك. انا سعادتي في الحياه ان حمزه يفشل في كل مشروع يعمله، وخصوصا مشروع بكره لازم يفشل فيه. خلاص يا سهير، انا هعمل الحكايه دي مخصوص عشان خاطرك انت، رغم المخاطر اللي فيها. يلا 7 سنين 7 سنين لا زي لا لا، هي ما فيهاش مخاطر ولا حاجه. احنا هناخده في العربيه نوديه على العزبه. البتاع ده المخزن القديم اللي كنا بنلعب فيه انا وانت، نحطه هناك لغايه الميعاد بتاعه ما يفوت وبعدين نبقى نرجعه. دي فيها حاجه؟ ما فيهاش حاجه. خلاص يا سهير، ماشي ماشي. ميرسي يا ممدوح، مش عارفه اشكرك ازاي. لا ولا يهمك يا سهير، بس انت بقى سيبيني اروح عشان الحق استريح. طب استنى شويه لما اشوف بره بس انا واحده. طيب.
32 مليون 17005 32 مليون 17006 32 17007 32 مليون 17008 انا ماشي بقى سهير. هتتأخر؟ اروح امضي الاتفاق اللي قلت لك عليه واجري على عم اسلمه العقد وهرجع على الغدا على طول. هستناك. عارفه يا سهير، انا في منتهى السعاده النهارده. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان حمدي صفقه كبيره جدا جدا بقى. انت كمان فرحانه مش كده؟ طبعا حب الفرح. انا كنت متاكد من كده. انا عارف ان انت عايزاني ابقى انجح راجل في الدنيا. طبعا طبعا ياه. عشان كده عارفه هبذل المستحيل عشان انجح في كل عمليه اخشها. باي باي. باي باي. ولا حركة. ايه الحركات دي بقى؟ سيادتك مين؟ أنا اللهو الخفي. وعايزاه يا لهو بيها خفي. تسمع كلامي وتنفذه بالحرف الواحد. حاضر اخاف بيها. لا امشي في السكة اللي هقول لك عليها. اتحرك تضرب في المليان. لا تضرب في المليان ليه؟ اضرب في الفاضي. فاضي احسب المليان.